إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير من أرسل وخير من بلغ وخير مؤتمن وخير مؤدٍ للأمانة وخير مجاهد وخير ناصر ونصير. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا خير من لفدت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكل. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فإن حديثنا اليوم عن أمر عظيم جدا، أمر غائب عن كثير من الناس مع أن الكل يدعيه، ولكن إذا فتشت في نفسه أو في نفسك أنت فتجد أنك مفتقد لهذا الأمر أي افتقاد. حديثنا اليوم أيها الإخوة عن حسن الظن بالله. كلنا ندعي أننا نحسن الظن بالله،
تتهمني في عقيدتي؟ كيف تتهمني في إيماني؟ أنا أحسن الظن بالله. إذن فتعالوا إلى أيها الإخوة نبحث عن معنى حسن الظن بالله، ثم نقارن هذا المعنى بما في قلوبنا أو بما في مخيلاتنا من معنى حسن الظن بالله، ليعلم كل واحد منا إذا كان هو يحسن الظن بالله حقا أنه كان يتخيل أنه يحسن الظن بالله. إن حسن الظن بالله في معناه الأولي البسيط رجاء الخير كله من الله تعالى. المعنى البسيط لحسن الظن بالله أنك لا ترجو خيرا إلا من الله، أنك لا تبحث عن جميل، لا تبحث عن معروف، لا تبحث عن كرامة لذاتك، لا تبحث عن رزق يكفيك أو بيت يأويك أو ولد يغنيك، لا تبحث عن كل هذا وغيره إلا باللجوء إلى الله. إذا استقر هذا في قلبك فأنت قد أتيت بالمعنى الأول البسيط لحسن الظن بالله. أما الذي أوسع من ذلك فتعالوا بنا حسن الظن بالله إنما هو عمل قلبي اعتقادي من صميم عقيدة المؤمنين، يقتضي منك حسن العمل ومن لوازمه حسن التوكل على الله. حسن الظن بالله عمل اعتقادي، عمل قلبي من صفات المؤمنين بالله أنهم يحسنون الظن به تعالى. ولنضرب مثالا على ذلك، لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقام. في غزوة الأحزاب في برد الشتاء القارس مع الرياح العاصفة مع القوى المتآمرة
الذين قد وقعوا بين فكي الكناسة كما يقال مشركو مكة من أمامهم واليهود من خلفهم والمنافقون بينهم. قال الصنف الأول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سخروا من وعد الله في النصر، سخروا من وعد الله في التمكين. كيف يثقون بالله وبوعده وهم يرون بأعينهم ما يرون؟ أيصدقون ما يرونه بأعينهم أم يصدقون كلاما غيبيا لم يروا عنه شيئا؟ ثم تكلموا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وما هي العورة؟ إن يريدون إلا فرارا. لماذا يفرون؟ لأنهم لم يحسنوا الظن بالله، لم يصدقوا وعد الله، لم يوقنوا بقدرة الله عز وجل على إنفاذ ما وعد. وهناك فريق آخر، الفريق المؤمن الموقن المتوكل على الله الواثق بوعد الله الذي علم حق العلم معنى قول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. هذا الفريق ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفريق أحسن الظن بالله تعالى. هذا الفريق هو الذي قال الله عز وجل عنه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ماذا قالوا يا رب؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا هو الفريق الذي يستحق المدح. هذا هو الفريق الذي يستحق تخليد ذكره في كتاب الله. هذا هو الفريق الذي يستحق نصر الله. فماذا كانت العاقبة؟ ماذا كانت عاقبة تصديقهم؟ ماذا كانت عاقبة توكلهم على الله؟ ماذا كانت عاقبة حسن ظنهم بالله؟ إن الذي يرى الصورة وقتها
لا يشك لحظة في انهيار الإسلام ووقته في مسجد، لا يشك لحظة في هزيمة محمد بن عبد الله وأصحابه. فما بال هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالله، تعلقت قلوبهم بعالم غير الذي يرونه، تعلقت قلوبهم بعالم الغيب، تعلقت قلوبهم بعالم من يقول للشيء كن فيكون. كانت عاقبتهم أن أرسل الله عز وجل على هؤلاء المشركين، أرسل الله عز وجل على الأحزاب جندا من جنوده، لم يكلف المسلمين دم رجل واحد منهم، أرسل ريحا وجنودا لم تروها، بهذه الريح التي هي جند من جنود الله وبجنود أخرى لم يرها المسلمون وقتها، بدل الله جمع الأحزاب وفرق شملهم وشتت كلمتهم ومزق وحدتهم وجعلهم أشلاء وعادوا إلى ديارهم يجرون أديان الهزيمة خلفهم، ولحقهم العار على مر التاريخ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيذكر الناس هذه الواقعة التي نظر الله عز وجل فيها حزبة من غير جندي واحد من الآدميين. بأي شيء؟ بحسن الظن بالله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اسمع ما بعد ذلك: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. كفى يا رب، أيريدون أكثر من ذلك؟ أيريدون فضلا أعظم من ذلك؟ كفيتهم القتال، حقنت دماءهم، رفضتهم على عدوهم، أورثتهم أرض أعدائهم وديارهم وأموالهم. ماذا بعد ذلك يا رب؟ وأرضا لم تطئوها. هذا وعد غيبي آخر، هذا أمر غيبي جديد يعد الله عز وجل به الفريق المؤمن الثابت المتوكل على الله الموقن بوعد ربه وقدرته المحسن الظن به تعالى. يعده ربه بأنه سيمكنه أرضا أخرى لم يطعها، أرضا لم يرها، أرضا لم ينزلها بعد، سيمكنه الله منها. ولقد كان وعد
عم نور الله جميع أرضه، وأشرق نور الإسلام في ربوع الدنيا، ومكن الله عز وجل المسلمين وأورثهم أرضا لم يطئوها من قبل. بأي شيء؟ بحسن الظن بالله. تخيلوا لو أن كل المسلمين سلكوا مسلك الفريق الأول ونظروا بأعينهم فقط لما أمامهم، من غير أن يكون في عقولهم تصديق وعد الله تعالى، فانصرفوا جميعا من أمام الأحزاب أو سلموا لهم ورفعوا الراية البيضاء. هل كان اليوم مسلمون؟ هل كان في اليوم أمة تبلغ ربع سكان الأرض اسمها أمة الإسلام؟ لا. لو سلك المسلمون جميعا سلوك المنافقين الانهزاميين ما كانت اليوم أمة الإسلام أبدا. هذا مثال لنعلم منه حقيقة حسن الظن بالله وأثره في حياة الفرد والمجتمع. إن حسن الظن بالله يجعلك إيجابيا. إن حسن الظن بالله يجعلك متفائلا. إن حسن الظن بالله يجعلك مخطط لمستقبلك بأمل، يجعلك مخطط لمستقبلك بأنه سيكون مشرقا. حسن الظن بالله يدخل التشاؤم. حسن الظن بالله يرفض السلبية. حسن الظن بالله يرفض الانهزامية. حسن الظن بالله يكون الشخصية السوية. ولكن لحسن الظن بالله لوازم يجب أن يلتزم المسلم بها حتى يكون بحق من أهل حسن الظن بالله. فما هي تلك اللوازم؟ هذا ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا بالافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة
ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فالله يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم أولنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شرفة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولا نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين آمين آمين. أما بعد أيها المسلمون، فحديثنا اليوم حديث تشتاق إليه القلوب، حديث نحتاج إليه في واقعنا. الناس اليوم عمتهم نظرة تشاؤمية ولا يكادر أحد في هذا. التشاؤم من خصوم المسلم، بل هو أكبر خصم من خصوم المسلم. المسلم لا يكون متشائما أبدا، المسلم دائما متفائل، المسلم دائما عنده أمل، المسلم دائما يركب إلى قوة عظمى، بل يركب إلى أعظم قوة، يركب إلى الله تعالى. فكيف تكون مسلما آويا إلى ركن الله المجيد، آويا إلى ركن الذي لا يضام، ثم تعتريك النظرة التشاؤمية، ثم تشعر بالقلق، ثم تشعر بالحيرة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك وأنت تلجأ إلى ربك في اليوم 5 مرات؟ كيف ذلك وأنت تقول لله كل يوم 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين؟ كيف تكون استعانتك بالله ثم تنقضها بالتشاؤم؟ كيف ذلك؟ الأمر لا يستقيم. إذا كنت مستعينا بالله حقا فاعلم أن الله عز وجل قادر على توفيقك. إذا كنت تأوي إلى ركن الله صدقا فاعلم أن الله عز وجل قادر على حمايتك. أما أنك تلوث كلمات بلسانك ثم تكذبها بفعلك فليس هذا من خصال المؤمنين، إنما خصال المؤمنين أن يقولوا ما يعتقدون وأن يطابق فعلهم قولهم. وإنما غير المؤمنين هم الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وعلى هذا فإن من لوازم حسن الظن بالله أن
أن تحسن العمل. إذا كنت تحسن الظن بالله أنه سيأتيك في رزقك وسيأويك في وطنك وسيقر عينك بزوجك وولدك، فعليك أن تحسن العمل، تسعى لطلب الرزق، تسعى لبناء البيت، تحسن تربية الأولاد واختيار الزوج، تحسن التوكل على الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج من أوكارها ومن عجوزها ضامرة البطون خاوية البطون ليس فيها شيء من الطعام، فإذا هي بها آخر النهار تروح إلى أوكارها وقد امتلأت البطون، بل وقد حملت من رزق الله عز وجل لأولادها. بأي شيء؟ بتوكل الطير على الله. فهل الطير الذي في السماء يكون أصدق توكلا منا نحن؟ الطير الذي لا يحسن والذي لم تأته رسل يكون أصدق توكلا وأكثر تسبيحا لله منا نحن المسلمين، أصحاب العقول، أصحاب الرسالة، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ المسلمون في غزوة الأحزاب لم يقولوا ويقولوا يا رب انصرنا فقط، ولكنهم أحسنوا العمل، ابتكروا في فنون القتال فحفروا خندقا بين المدينة وبين القادم إليها من الخارج لا يستطيع أحد عبوره، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها العرب خندقا بهذا الحجم، فوقفوا عند حدود الخندق لم يستطيعوا عبوره. المسلمون أحسنوا العمل لأنهم أحسنوا الظن بالله. أما نحن اليوم فماذا عملنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ كل المسلمين اليوم ينظرون إلى حالنا ويقولون: ما بالنا مشردين، ما بالنا مشتتين، ما بالنا مستهدفين من الأعداء، ما بالنا تكالبت علينا كلاب الأرض. والله عز وجل يقول في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المعادلة صعبة بين الواقع الملموس وبين القرآن المقروء. الله عز وجل وعد المؤمنين بالاستخلاف وبالتمكين وبالأمن بعد الخوف، فما بالنا اليوم
اقتطعوا هذا الوعد من سياقه، وكان سياق هذا الوعد في الآية التي قبله والآية التي بعده. ففي الآية التي قبله يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ثم جاءت الآية التي بعد هذا الوعد وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نحن ننظر إلى وعد الله، ننظر إلى التمكين، ننظر إلى النصر، ننظر إلى الاستخلاف، ننظر إلى الأمن بعد الخوف، ولكن لم تقع أعيننا أبدا على طاعة الله ورسوله. لم تقع أعيننا أبدا على أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم منا يؤدي الصلاة في وقتها؟ لا أقول في جماعة ولا في مسجد، أقول في وقتها. كم منا يحافظ على الصلاة وإن ضيع وقتها؟ الصلاة أبسط عمل، أسهل عمل ممكن أن يقوم به المسلم. أين هي فيما بيننا؟ أين الصلاة في حياتنا؟ أين الزكاة؟ كم منا في ماله نصاب يستحق الزكاة ثم لا يخرج؟ أقسم بالله جميل يحاسبني عليه ربي وأنا في موقف المساءلة. أقسم أنه لو أن كل مسلم أخرج زكاة ماله كما أمر الله تعالى ما كان بين المسلمين فقير أبدا، بل أزيد: ما كان في ديار الإسلام فقير سواء كان مسلما أو غير مسلم. لو أن كل مسلم يخرج زكاة ماله، لا أتحدث عن الطرقات الجارية، لا أتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، لا أتحدث عن العون، لا أتحدث عن كفالة يتيم، أتحدث عن زكاة المال فقط. لو أن كل مسلم أخرجها كما تجب عليه ما بقي في ديار الإسلام فقير. ولقد كانت دولة الإسلام من قبل كانوا يخرجون المال فلا يجدون السائلة، كانوا يزودون به كبار المسلمين. فلما اكتفى الجميع أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ من بيت مال المسلمين ويشترى به حب جلال قمش وضبع وغيره وينصر على رؤوس الجبال حتى تأكل منه الطير. بأموال المسلمين كانت تأكل الطير في السماء، كانت تأكل الوحوش في الجبال. واليوم نجد من المسلمين من لا يجد كساء يقيه البلد، من لا يجد جدارا يأويه. لا أقول
للعودة؟ هل آن الأوان للاستقامة؟ هل آن الأوان لحسن العمل كي نبرهن على حسن الظن بالله؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون